هتوفري فلوس وجهد وقفتك في المطبخ، وهتوفري مجهود جامد جدا جدا. شوية نصايح لو عملتيها ومشيتي عليها هترتاحي خالص خالص، وهتوفري كمان فلوس وهتشتري ذهب. نصايح من ذهب بطريقة مش هقولك عليها. خش الفيديو وشوف الفيديو للآخر، لأن شوية النصايح دي بقولها من قلبي لأن أنا ست كبيرة. وخدوا النصيح من عارفة مصلحة ولادها ازاي. صلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا كوباية شاي مع لومي، أنا ماما لومي، بحبكم في الله يا حبايب قلبي. أقول لك أول نصيحة، لو انت بتعملي محشي لازم تبقى عارفة كل نوع بياخد قد ايه رز، عشان ما تهدريش طبعا في الرز. والرز ايه في الرز وفي الخضار، علشان يعني لو بتعملي خضار وبتعملي قد ايه جنب رز عشان ولادك بياكلوا قد ايه، بتعملي المقدار اللي انت عارفاه عشان ما تهدريش فيه، علشان تعملي كل حاجه على قد احتياجاتك. لان الاكل بيترمي، وطبعا ده حرام. اكبر حرام ان انت ترمي الحاجه ولا يتخزن ولا ليه طعم. طبعا لما بيتهدر وبيترمي ما بيبقاش ليه طعم، لما بيبات ما بيبقاش ليه طعم تاني. هقول لك انا بقى على حبه حاجات كده. اول حاجه الكوسه مثلا، لو جبتي كوسه وهتعملي مثلا محشي كوسه مثلا، ربع كيلو رز، كيلو كوسه ربع كيلو رز، نص كيلو طماطم، حزمه. لما قلنا ربع كيلو كوسه، ربع كيلو رز، ونص كيلو طماطم، وحزمتين خضره. الكرنب مثلا بياخد قد ايه؟ كرنبيه متوسطه حوالي كيلو وربع رز. كيلو البتنجان بياخد اقل من نص كيلو رز. كيلو الفلفل الرومي نص كيلو رز تقريبا. الشوربه قد ايه بقى؟ الكرنب بالشوربه بتغطيه، لما بتحطي الشوربه بتغطي الكرنب علشان ما يعجنش. ورق العنب الشوربه تبقى اعلى منه بسنتي كده. تمام. الكوسه والبتنجان اوعي تضغطي الحشو جامد، بتبقى ايه اقل من واحده. يعني البتنجان ما بتحشيهاش للاخر، بتحشيها مثلا اقل من ربع كده، يعني نص واحده او نص وشويه، نص الكوسايه او نص البتنجانه. الرز بيتمدد لان الرز بيزيد. يعني تاني حاجه تقدمي ايه مع الاكل بقى، مع المحشيات والحاجات دي، عشان ده احنا الكلام ده كله علشان رمضان. ملوخيه خضراء زائد سلطه وشوربه. والكبده بقى، الكبده والكبده يعني طبعا معاهم بطاطس محمره وسلطه وطحينه. طبعا الحاجات دي. الكفته اللي هي بالصلصه في الفرن، رز بشعريه جنبها، كفته رز بشعريه وشويه طحينه وبطاطس، واللي هي بتاع اللحمه المشويه. طبعا لحمه مشويه، رز بشعريه. هنعمل كفته مشويه طبعا، ونعمل رز بالصلصه، رز بشعريه والصلصه اللهم صل على سيدنا محمد، والطحينه وزي البطاطس محمره. البط بقى دايما معاك مع البط ده المحشي. بنعمل المحشي طبعا، المحشي الفراخ، ملوخيه، ملوخيه خضراء جنبيه. نعمل جنب البط محشي بتاع ده ملوخيه، ملوخيه خضراء جميله جدا بتبقى جنبها. الرقاق لو عملت رقاق او جلاش باللحمه، تعملي جنبيه شويه شوربه او ملوخيه او فراخ محمره. انا بقول لك المنيات، الحاجات اللي انت ايه ممكن النصايح دي تعمليها في رمضان، حاجات تكتبيها. هاتي ورقه وقلم واكتبيها. صلوا على سيدنا محمد، صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. معلش البتاع التليفون قفل وانا بتكلم. انا ماما لومي، انزلي حطي اللايك يا حبيبه قلبي. النصايح دي هتنفعك جدا جدا في رمضان. انت مكرونه بشاميل، مكرونه بشاميل بس يا ماما لومي؟ لا، مكرونه بشاميل وجنبها شويه شوربه وشويه سلطه، وممكن تعملي جنبها ملوخيه، هتبقى تحفه جدا جدا وهتبقى حلوه برضه. ليك على نصايح تانية كمان. صلى على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. الفينو، لو انت جبتي الفينو ما تسيبوش بره، شيليه لفيه في قلب كيس كده وحطيه في قلب الفريزر. لما تحتاجيه هتقومي جايباه تاني، هيبقى طالع زي ما يكون صابح بالظبط. لفيه كويس بس وشيليه في الفريزر، هيطلع زي ما يكون صابح بالظبط. طلعيه حطيه في صينيه، رشي عليه شويه ميه بالبخاخ ودخليه الفرن، هيرجع طازه كانه لسه طالع من الفرن. شفتي؟ ادي نصيحه اهي، انا عاملاها كاتبه الحاجات ديت عشان بس اقول لك عليه. لو انت رشيتي عليه شويه ميه وحطيتيه في الفرن هتطلعيه، ومن غير ما تطلعيه من ما تعمليه كده، انت لو طلعتيه بره وحطيتيه شويه يسخن بس كده في الميكروويف، هيبقى زي الفل. عيش البلدي عشان ما تشيليه وما ما يعفنش ويبوظ عندك، شيلي. بصي، اول ما تجيبي العيش هويه كده بتاع نص ساعه، حطيه على اي فوطه على حته قماش وهويه كده، وبعد كده تقومي حطاه ترصيه فوق بعض، وتقومي حطاه في الايه في الفريزر، هيطلع زي الفل. لو عندك عيش مثلا يعني بره وجيب نشف، حطيه هويه ينشف، وتقومي حطاه في اكياس، وتقومي حطاه فوق الايه التلاجة، مش هيجرى له اي حاجه قدام هتنشفيه. تحطيه في قلب الفرن وتحمصيه. العيش اللي هو يبوظ منك، اللي هو نشف ومش هتاكليه، تقومي حاطاه في قلب الفرن تحمصيه وتسيبيه ينشف، وتقومي عاملاه زي البقسماط، تعمليه زي الايه البقسماط ده برضو بينفع.
بقى هقول لك على حاجه حلوه، هرسه الشطه. صلى على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. انزلي حطي اللايك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هرسه الشطه زي الجاهزه بالظبط. هقول لك عليها: اسلقي الفلفل الاحمر على بخار ميه، واضربيه في الكبه، وشويه زيت وشويه خل ومعلقه سكر. قبل ما تقطعي الفلفل ادهني ايدك بشويه زيت علشان ما تتحرقش. ادهني ايدك شويه زيت علشان ما تتحرقش من الفلفل. ولو نسيتي افركي ايدك بالميه. وبعدين صابون. ماشي. الكفته بقى، كفته الرز، عشان ما تفكش منك ضيفي عليها شويه شعريه. كفته الرز علشان ما تفكش منك حطي عليها شويه شعريه، تمسك الكفته وتدي طعم احلى كمان. بتبقى جميله جدا. هقول لك على حاجه تانية: طاجن الباميه. الطاجن الباميه باللحمه هتعمليه ازاي؟ بعد ما يخلص هاتي فصين توم وقرن فلفل وشويه كزبره ناشفه، واحرقيهم على في حته ليا خروف، او معلقتين سمنه بلدي، وطش الطاجن ورشي على الوش كزبره خضراء. هتاكليها وتدعي لي. السبانخ برضو ما تسودش منك وتفضل لونها اخضر وجميل. اسلقيها في مصفى على البخار وسيبيها تتصفى، وضيفي عليها التسبيكه غلوتين بس، واطفي النار، وتشيها بالثوم زائد الكزبره وزائد قرن فلفل. تحفه تحفه. والعسل الاسود كنز، خليه عندك في بطرمان دايما، ضيفيه عليه ليمون وخدي معلقه منه كل يوم على الريق، بتمنع الكحه. نصيحة طبعا مهمة جدا جدا جدا. صلى على سيدنا محمد وانزلي حطي اللايك. الملوخية لو طلعت منك خفيفة هتعملي ايه؟ حد يقول لي بقى في الكومنتات دلوقتي عند الملوخية هتعملي ايه؟ هتعملي هقول لك عليه: تجيبي مصفى ضيقة جدا 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 وتحطي الملوخية فيها، تنزل منها المية او الشوربة الزيادة. رجعي الملوخية تاني في المصفى اللي باقي في الحلة، وحطيها في الحلة واعملي الملوخية وزوديها شوية ملوخية ناشفة. هتبقى تحفة جميلة جدا وهتتقل منك. الاهم دايما ان الشوربة تتحط بالتدريج، علشان بصي ما تحطيش الشوربة كتير وتقومي حاطة الملوخية. لا، حطي الشوربة شوية وتقومي مقلبة الملوخية، وتزودي شوية شوربة شوية شوربة عشان الملوخية تطلع معاكي مظبوطة. نصيحة تانية للسمك، عشان احنا ما جبناش سيرة السمك. وانت بتقلي السمك ضيفي شوية نشا على السمك وبيكنج باودر على الدقيق، والقرمشه هتتكلم لوحدها. يعني شويه نشا وشويه بيكنج باودر مع الدقيق هتبقى محمره السمك، هيبقى جميل جدا. وفي حته تانية، لو المطبخ بتاعك ريحته وحشه، هاتي كوبايه ميه وحطي فيها اناء على النار، وضيفي شويه فانيليا وسيبيها تغلي، وشوفي احلى ريحه في المطبخ. هيبقى المطبخ ريحته عشان الفانيليا دي بتدي ريحه تانية. شوفي لما بتحطيها على الكيكه بتدي ريحه تانية. بتحطيها وما تسيبيش، ما تنسيش الفانيليا على اي عصير تحطيه، بتدي نكهه لطعم العصير تحفه جميله جدا. على نصيحه تانية بس، صلى على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام: الليمون لما تجيبيه حطيه في قلب كيس وحطيه في الفريزر، ولما تطلعيه والله العظيم ثلاثة انا بعمل كده، ولما تطلعيه هاتيها الليمونه وحطيها في شويه ميه، هتفك هتبقى زي ما هي، تبقى لسه زي ما هي جديده، يعني لسه صبحه يعني. الليمون. طب هقول لك على نصيحه تانية عشان انا كاتبه الحاجات دي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خيار، بمناسبة الخيار عشان الخيار غالي، لو جبت خيار وعايزه يقعد معاكي مده اطول، لفيه في ورق مناديل وحطيه في كيس وحطيه في الفريزر، في الثلاجه، مش في الفريزر سوري، في الثلاجه. هيعيش معاكي مده اطول ومده جميل ومده حلوه يعني. وبعدين اقول لك على حاجه كمان: حطي فيها معلقه، يعني حطي في الكيس معلقه ستانلس من معالق الاكل، هيفضل معاكي والخضره لو انت عايزه تحطيها مده اطول، حطي الخضره في قلب كيس، بس كنت منشفه الكيس ومنشفه الخضره كده ما فيهاش ميه، وتحطيها في الكيس وتحطي فيها معلقه. برضو ديت نصيحه حلوه قوي وهتفضل معاكي مده اطول. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ما يستاهلش اللايك بقى. اخر نصيحه: لو انت عايزه تنضفي المصفى السلك او المبشره بفرشه السنان، بتبقى زي الفل. بصي حبيبه قلبي، ان عجبك الفيديو ما تنسيش هقول لك على نصايح تانية جميله جدا جدا، مجربه برضو للبيت، حاجات حلوه جدا. اللي عايز نصايح يقول لي يا ماما لومي، نزل لنا نصايح تانية، وعينيا الاثنين هعمل لكم شويه نصايح جميله جدا للتنظيف وللبيت ولكل حاجه، لكل حاجه لو عايزينها. انا طبعا تحت امركم، لان انا بكتب الحاجات دي علشان ما انساهاش. معلش بقى الذاكره بقى قلت بقى بعافيه. ما تنسوش حبايب قلبي، بحبكم في الله، ما تنسوش في اللايك. باي باي.